ولقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريف هؤلاء الكلمات وتفضيلهن وبيان عظم ثوابهن وأجرهن يوم القيامة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الكلمات مكفرات للذنوب، والمراد بالذنوب المكفرة الصغائر، أما الكبائر عباد الله فلا بد فيها من توبة. روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على الأرض رجل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي مثل هذا المعنى ما رواه الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا كانت في يده فتحات ورق الشجرة وتساقط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم وهم يرون الورق اليابس يتساقط من الشجرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أنهن جنة لقائلهن من النار. روى الحاكم في مستدركه والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا جنتكم. قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر؟ قال: لا، بل خذوا جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات، وهن الباقيات الصالحات. منجيات أي لصاحبهن من عذاب الله، ومقدمات أي لصاحبهن في عالي المقامات ورفيع الدرجات في جنات النعيم. وهن الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومما جاء في فضل هؤلاء الكلمات ما رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة الماء طيبة الأرض، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكلما أكثرت أيها المؤمن من هؤلاء الكلمات أكثرت من غراسك في جنات النعيم. فسبحان الله كلمة تنزيه وتقديس لله جل وعلا، وإليها ترجع أسماء التنزيه كالقدوس والسلام والسبوح ونحوها. والحمد لله كلمة عظيمة فيها إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، فهي كلمة ثناء على الله، ثناء عليه جل وعلا، وتمجيد له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. والله أكبر كلمة تعظيم لله فيها إثبات عظمة الله وكبريائه، وأنه جل وعلا
لا أحد ولا شيء أكبر منه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عنه: وهل شيء أكبر من الله؟ وأما لا إله إلا الله فهي أعظم هؤلاء الكلمات، وفيها توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه. ولهذا عباد الله يتأكد على كل مسلم يحرك لسانه بهؤلاء الكلمات أن يستحضر معانيهن العظيمات، ليكون ذلك أبلغ في الأثر وأعظم في الفائدة، فيجمع في ذكره لربه بهؤلاء الكلمات بين الذكر باللسان والذكر بالقلب. ومن فضائلهن عباد الله أنهن ثقيلات في الوزن يوم القيامة. روى النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بخ بخ، وهي كلمة يؤتى بها عند الإعجاب بالشيء. قال: بخ بخ، وأشار بيده بخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه عند الله جل وعلا.